في استراتيجية جميلة قوي اسمها الكرسي الخالي. وهي الاستراتيجية دي عبارة عن انك بتقعد في اوضة لوحدك وتجيب كرسي فاضي وتبدأ تتخيل على الكرسي ده الشخص اللي مضايقك. ان مثلا في موقف معين حصل فالشخص ده ضايقك جدا وكان نفسك تقوله كلام او تزعق له او تغضب عليه عشان تفرغ الغضب اللي جواك، بس ما قدرتش تعمل ده لأي سبب من الأسباب. اعمل كده، هات كرسي وابدأ تخيل الشخص ده قاعد عليه، وابدأ تخيل الموقف، اتكلم معاه، قول له كل اللي انت كان نفسك تقوله له، لومه، اغضب عليه، طلع، اعمل تفريغ انفعالي عليه، قول كل مشاعرك وطلعها تجاهه، اتكلم معاه كأنه حاضر حقيقي. الاستراتيجية دي مثبتة علميا في علم النفس ان هي لها نتائج فعالة جدا في عملية التفريغ الانفعالي، ان انت بتبدأ تخرج كل المشاعر السلبية تجاه الشخص ده عليه فبتبدأ تهدى. جرب تعمل كده، ويا ريت قبل ما تعمل كده اكتب مشاعرك تجاه الشخص ده، اكتب كل الاحساس اللي انت حاسه تجاهه، وبعد ما تتخيل وتعمل التفريغ الانفعالي بالطريقة بتاعت الاستراتيجية اللي اسمها الكرسي الخالي، اكتب بعدها مشاعرك تجاه الشخص ده تاني. صدقني لا تلاقي فرق، هتحس ان انت استريحت كتير. الاستراتيجية دي ببساطة اسمها استراتيجية الكرسي الخالي. دي كانت من احد الاستراتيجيات الجميلة اللي بتساعدك تعمل تفريغ انفعالي. لو انتوا حابين تعرفوا استراتيجيات جديدة يا ريت تقولوا لي في الكومنتس، ولو حابين تقترحوا عليا مواضيع جديدة نتكلم عنها اسيبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على رسائل الصفحة. هنا في مساحة نفسية انا بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين. فلو حابب تطور من نفسك يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت، ويا ريت تعمل شير كتير للمحتوى بتاعنا عشان تساعدنا على الانتشار. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.